السردين ب5 دراهم. اواه سمك السردين جاير في السوق 20 درهم، عندي انا داير 5 دراهم. بالنسبه للكروفيت جاير في السوق 120 درهم، عندي انا 70 درهم. بالنسبه بزاف د الحوايج، بالنسبه للروكان جاير في السوق 60 درهم، انا عندي ب 35 درهم. تقريبا فرق ديال نص بالنص، ما يعادل 50% انا ناقصه على السوق. هاد الدري اللي قلب الموازين في السوق ديال الحوت في المغرب، اللي ناضو صدم لي الشناقه ديال المرسى ودار السردين ب5 دراهم الكيلو. وشحال هادي كنا كنسمعوا السردين وكنا كنقولوا الحوت ديال ولاد الشعب والفقراء واللي ما عندهمش. ايوا ولكن دابا ولا بحال الذهب وتعاشر ليه مع الكافيار والكالامار. ايوا كيفاش السردين دابا دخل في مواجهه ما بين الشناقه والمضاربين، وعلاش المغاربه كاملين كيهضروا عليه. وخليكم معايا في الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا القصه كامله. في مدينه مراكش اللي معروفه باللي ما فيهاش البحر، خرج واحد الدري كيبيع السردين ب5 دراهم الكيلو، وهنا الدنيا تقلبات والترونات منين المغاربه ساقوا الاخبار. بزاف الناس ضغط كبير ما نقدرش نزيد صافي. الحوت اللي عليا وليتكم شحال جاي بركه بركه. بغيت تعاون مع الدرويش، بغيت تعاون مع الدرويش كيفاش الحوت كيتباع بقل من 3 دراهم بالجمله في المرسى وكيوصل لمراكش ب25 درهم؟ واش السردين كيركب في الطياره باش يوصل للمارشيات في المغرب، ولا الجنون كيبريكوليو قبل ما يدخل رمضان؟ تقريبا خارج على ثمن 5 دراهم باش خارج من هنا، وترونسبور كاميو راه خاصو تقريبا واحد 8000 ولا 10000 درهم، وعاد باش لا كلاص والسير خاصو واحد 20 درهم في الصندوق ولا 30 درهم، يعني كاين مصاريف كثيره. الحاصل الناس اللي كيتاجروا في الحوت دخل معاهم الصهد بالبيان، حيت هاد الدري يبين للمغاربه باللي المشكل ماشي في الثمن الاصلي ديال الحوت، ولكن في السمساره اللي كيدخلوا ما بين الدفر واللحم وكيطلعوا الثمن بلا سبب. يعني السردين كيخرج من البحر بثمن رخيص عباد الله، ولكن كيضيع ما بين يدين الشناقه حتى كيوصل لجيوب المغاربه بثمن غالي بزاف. الماده ديال السردين اللي وصلت دابا بين 20 درهم و 30 درهم، غادي نعطيو الاثمنه ديالها شحال تدير في المرصى. مثلا في اكادير السردين تيدير 3 دراهم، اصحاب المراكب تيبيعوا السردين ب3 دراهم، وهذا واحد الثمن اللي هو فيكس، ماشي اليوم 3 غدا 5 4 3، لا، هذا الثمن فيكس اللي تيخرج به السردين اللي تيبيعوا فيه اصحاب المراكب السردين ب3 دراهم. في العيون ب2 دراهم ونص، في الداخله ب2 دراهم ونص، في بوجدور ب2 دراهم ونص. اذا اصحاب المراكب تيبيعوا السردين ب2 دراهم. كيف يعقل ان هذا السردين خارج في اكادير ب3 دراهم وتيتباع ب20 درهم و25 درهم و30 درهم؟ كيف يعقل؟ والناس ديال مراكش تعجبوا ودخلهم الشك ومشاو باش يتاكدوا من هذا الشيء، وشي موالين الحوت ما تسرطاتش اليوم وبداو كيهاجموه حيت فضح اللعبه ديالهم. الدوله خصها توقف على هذا الشيء، كان ب2 دراهم يلحق المواطن ب5 دراهم، هادشي ما كاينش، هادشي هذه هي الهضره. الداعيات وصافي. اما هذا كيبقى المشاهده، اما بالنسبه للحوت واش كاين شي حوت خلى هذاك 100 ريال؟ ما نضحكوش على نفوسنا ماشي. ولكن في المقابل المغاربه عجبهم الحال وبغاو الناس كاملين يديروا بحالو، منهم الخداره والجزاره والدجاجيه ويرجعوا الثمن معقول. ايوا الحكومه واش دخلات في هذا البلان؟ يا سي دخلات في هذا البلان. خرجت كاتبه الدوله المكلفه بالصيد البحري وقالت لهم باللي السردين ما خاصوش يتباع باكثر من 20 درهم. هذه السيده الكاتبه العامه ديال الصيد البحري اللي تقول هي عندها تشجع، ملي تقول لك اودي السردين ما خاصوش يفوت 20 درهم، لان الصندوق تيدير 400 درهم، الصندوق ما تيديرش 400 درهم، الصندوق تيخرج ب3 دراهم. ولكن نهضروا في المعقول، واش غادي تكون شي مراقبه حقيقيه ولا غادي يبقى المواطن كيعاني من هذا الغلاء د الاسعار؟ فهاد الغلاء راه كل يوم انا كبحار، انا بحار اللي كندخل البحر وكيجيني السردين غالي، كنشوف في مدن اخرين في بلدان اخرين السردين رخيص وما عندهمش جوج بحوره كما عندنا اليوم، كما عندنا حنايا الحمد لله والشكر لله على هذه النعمه. فاليوم المواطن خاصو ياكل السردين ب5 دراهم ب4 دراهم، وانا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره، واللي محكر عليا هو اليوبي. اليوم المواطن كياكل الحوت باغلى ثمن وكيمشي من عندي انا كبحار وكنتحمل المسؤوليه ديالي، كيمشي من عندي باقل ثمن. ولكن في اطار جوج البحور، علاش السردين غالي في المغرب؟ على ما كيقولوا كاينين بزاف ديال الاسباب اللي مخليين السردين يغلى في السوق ديال المغرب، باينه اغلبهم السماسريه والشناقه. قال لك قله العرض وكثره الطلب، باللي السردين ما بقاش كيتوفر بحال قبل في السوق والطلب عليه غادي وكيزيد. ايوا هذا الشيء اللي كيرفع الثمن. الحوت ما عندوش يعني اسعار، نهار كيصبح طالع نهار كيصبح، ملي كيكون سلعه قليله راه غادي تصبح طالعه، ولكن ملي كتكون سلعه كثيره وداخل شغل راه كيكون سلعه موجوده راه كتاخذها الثمن ثاني طايح. السيمانه الاولى كان الحوت قليل، كان داير شويه الثمن، الوقت اللي كيوجد الحوت كيوصل حتى ل 80 درهم حتى ل 70 درهم حتى ل 1000 ريال. شحال من مره بعنا حنا الحوت عاد 600 ريال الصندوق. بالنسبه للمواطن باش يبيعوا لي الحوت ب 30 درهم هما كيديو الصندوق هنايا ب 100 درهم
وكيزيد كاع 10 درهم ديال الصير هي 11000 فرانك. اذا هنايا طالع عليه الحوت ب 6 دراهم، ولا غيبيعوا المواطن ب 30 درهم راه بزاف. على الاقل يبيعوا ليه ب 10 دراهم ولا ب 12 درهم، خاصو يدي واحد 5 دراهم حلال عليه. غادي تقولوا كيفاش قلت العرض وحنا عندنا جوج بحوره؟ ايوا هنا القلبه والساد. المغرب كيصدر كميات كبيره ديال السردين، وماشي غير السردين، جميع انواع ديال الحيتان حتى اللي ما عمركم ما ذقتوه للخارج. وهذا الشيء اللي كيخلي الاسواق الداخليه ما يكونش فيها الحوت الكافي اللي يخلي الثمن هابط. يعني عندهم حجه ثابته، كيجيو كيحطوا لك الحوت وتيقول لك ها هو راه موجود ولكن الثمن طالع. ايوا هذه هي السياسه للناس اللي ما كيعرفوهاش، وبالتالي الثمن ديال الحوت كيفرفر وكيضرب في السقف، وكيستافدوا من الربح على ظهر الدراوش. والله ياخذ فيكم الحق في هاد العواشر. والسردين اللي هو الاكله ديال الفقراء. اذا هنا ما بقاوش، يعني ولات واحد الفئه معينه دابا هي اللي تاكل الحوت، اما واحد الفئه اخرى ما بقاش تاكل الحوت لان ما تقدرش عليه. كيلو ديال السردين ب 20 درهم او 30. تنشوفوا حنا السردين دابا الناس اللي قانعين، هنا كاين هامش ديال الربح، هامش الربح هو بزاف. تنجرو مع المساكين اللي مزيان، تنشريو السردين حنا ب 4 دراهم ما تنطمعوش، ما تنبيعوش ب 10 ما تنبيعوش ب 15، تنبيعوه ب 5 دراهم، درهم الرباح، درهم الرباح. حنا بغينا نتعاونوا مع المساكين، هادو شفاره الحواته كلهم تيشفروا في عباد الله، ما كانوش ياكلوا الحوت، عباد الله ما كانوش ياكلوا الحوت، تيطريطوا في الحوت. وهاد الدري هذا الا تيتعاون مع الدراري وتتعاون مع الشباب، ومحيدنا من المساكين ومحيدنا من البليه، محيدنا من شحال من حاجه خايبه، ولا تنشوفوا غير خدمه العشيه تنسافر نمشيو نجيبوا الحوت من الصويره، الصباح تنصبحوا خدامين تمشيو معنا البركه الله يقسم الله وتنمشيو. ولكن شنو هما الحلول باش نواجهوا هذه الازمه؟ خاص تكون مراقبه صارمه على المضاربين باش ما يبقاوش يتحكموا في السوق، والصادرات تنظم باش السوق الداخليه تاخذ حقها قبل من السوق الخارجيه. والخلاصه والحوت مرق، وكون عرف الحوت راسو كيتباع بهذا الثمن في المغرب والله لا تصيد لكم. والسردين اللي كان شحال هذا رخيص وما كان باغي حتى واحد دابا ولا من الكماليات، والمغاربه ولاو كيقلبوا على الحلول باش يلقاو البديل. وشنو هو هذا البديل؟ باطوط السردين. خاص تكون قرارات صارمه باش يرجع السردين في المتناول الشعب الدرويش، ولا ما غنبقاوش نشوفوه حتى هو في الطابله ديال المغاربه. ايوا اخوتي، كانت هذه هي القصه ديال السردين 5 دراهم اللي داير ضجه في المغرب كامل. واش كتعجبكم بحال هاد المبادرات؟ واش كتفقوا معايا باللي الدوله خاص دير الحل لهاد الشناقه؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معايا وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم باش يوصلكم اي جديد. كان معكم عادل وجي، نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. تبقاو على خير. تشاو.